صراحه ترددت بزاف باش ندير هذه الحلقه. الموضوع حساس شويه، الموضوع ما ساهلش يدوي عليه الواحد بكل سهوله. موضوع اليوم شيء ممقوت ومكروه، حتى قيل فيه كاد الفقر ان يكون كفرا. انه الفقر عزتي اعزائي. جورج بيرنارد شو قال لك الفقر ماشي عيب، ولكن من الافضل الواحد يتجنبه، ماشي يديروا بالجنب وانما يتجنبوا بمعنى يتفاداه. اما بعض الدراوش عندنا كيقول لك ما عندناش وما خصناش، انت حر. ولكن علاش كتهضر بصفه الجنب؟ خلي عليك عيب الله في التقار، ومن بعد تجي يقول لنا ما عرفت مالي عندي النحس. لا سمح لي الرزق سمعك بودني ما عاود ليه حتى شي واحد. ما عليناش، ماشي هذا هو موضوعنا. موضوعنا اليوم هو ان قاموسنا اللغوي الشفهي الدارجي المغربي شبعان مصطلحات ديال الشتيم والمعيار اللي عندهم علاقه بالفقر والفقراء. سيره المقحط، سيره المقرد، سيره المحفق، سيره المقريبي، سيره المبقي، سيره المكمل، واللائحه طويله. ولكن هنا غتسمحوا لي، الناس كينساو او كيتناساو ان الفقر في كثير من الحالات هو غير احساس، حيت ممكن يلقاو جوج ديال الناس عندهم نفس القدر ديال الفلوس، ولكن واحد فيهم كيحس براسو افقر من الاخر، حيت الفقر مساله نسبيه وكتبدل حسب الظروف. مثلا بزاف منا الفقر ديالهم الحالي افضل بكثير من الفقر اللي كانوا عليه في الماضي، ورغم ذلك مازال كيحسوا براسهم فقراء ومازال كيتمناو يتحسن الحال. واللي كيمشي على رجليه باغي موطور، واللي عنده موطور باغي كات، واللي عنده كات باغي 5. فراسكم عمرني ما فكرت في الموضوع بحال هكا، وما عرفتش واش حتى نتوما كتشوفوا الامر بحالي، حيت هذه الفكره خلاتني نشوف الاغنياء بطريقه مختلفه. الاغنياء ماشي ديما طماعين او ما كيقنعوش، بل احيانا غير مازال ما قدروش يتخلصوا من فكره انهم مازالين فقراء، او انهم مازال ما وصلوش، او ان داكشي اللي وصلوا ليه ما كافيش. حيت الانسان ديما كيقارن راسو مع اللي احسن منه، او بالاحرى مع اللي كيظن انهم احسن منه. اما انا كنظن ان هذه الحلقه غتكون من احسن الحلقات، حيت عندي لكم فيها مفاجات لغويه زائد امور اخرى في الحال بارطاجيها معكم، ولكن بعد الانترو. لغتنا لغة بقاع العالم مسموعة، عندنا تاريخ مدون كل شي مؤرخ بأصوله. براسكو عزيزي العزيزات، اعزائي الاعزاء، اعزكم اعتز بكم اعزائي تعزونني كما اعزكم. دارجتنا المغربيه كنقولوا بالعباره السيره المزلوط، واقرب كلمه للمزلوط هي الزلاط. فاش جاب الزلط للزلاط؟ نشوفوا اشنو قالت المصادر الجوجليه. ابو سموحات كيقول لك الزلط هو المشي السريع. ممكن حيت المزلوط ديما مزروب يسارع الوقت بحثا عن طرف الخبز واملو وزبيده بلديه. وترى مشات الوقت ديال الحرفيه وكبو كسر حتى يوفى العمر. شوف الامثله كي كانت عند الناس بكري، كبو كسر حتى يوفى العمر. الانسان بكري كان يقدر يكسر اي حاجه ضيره به الا النفسيه ديالو، الفولاذ، الاسمنت المسلح، وسير تقلب لي على شي كوتشي ينمي معاك الذات. دابا الواحد تمشي لها الكونيكسيون وطيح لك ديبرسيون. نرجعوا للزلط. المعجم الوسيط كيقول الزلط الحصى الصغار الملز، يعني المزرار. او تاني ممكن حيت المزلوط في الغالب ما كيكون عنده رخام، ما كيكون عنده بارك، وبرك انت مبارك لا ما كاين باركي كاين البركه. اما معجم اللغه العربيه المعاصر فيقول زلط اللقمه، بمعنى ابتلعها من غير مضغ. او الثالث ممكن حيت لا بغيتي تعاود تندغ يندغ في الزربه يدوز ديريكت للصريف. اما عن علاقه الزلطه بالزلاط كنظن حيت الزلاط عباره عن غصن ما فيه لا ثمار ولا اوراق، وتقريبا هذا هو الحال اللي كيعيشوا الفقير. ولكن ربما ثاني المزلوط تكون جات من واكل العصا كتشبيه بعقاب الحياه ليه. ومن مرادفه الفقير في دارجتنا مصطلح مخصوص، وهذه باينه جات من الخصاص. وكنقولوا ثاني مكمل، وهذه باينه جات من اكمل يكمل فهو مكمل لما كسب. وربما من اكمل فهو مكمل، بمعنى ان الحياه اكملت، يعني كونسومات واستهلكات وقادات. وكنقولوا في مثال اخر طب في كل شيء، بمعنى لم يتبقى له شيء. والطب من المطبات، والمطبات هي منزلقات ومنخفضات كتلقانا في الطريق، والحياه كتشبه الطريق بشكل كبير، فيها عقابي وهودات وفيها حفاري ومنعرجات. عزتي اعزائي، في دارجتنا كنوصفوا ايضا الفقير بالمقحط. المقحط جات من القحط، والقحط في اللغه العربيه هو احتباس المطر الذي يصيب النبات باليبس.
ونقول ايضا في مثال اخر مسكين مبقي، والمبقي جات من عباره ما بقى عنده والو، وفي عباره اخرى كنقولوا الله يبقي الستر، حاجه طبيعيه حيت اللي ما بقى عنده والو كنتمناو ليه الستره. وفراسكم ان المقرد جات من القراد او القرده، وهي حشره مصاصه دماء. اما لبعدنا على اللغه العربيه ومشينا لتاثيرات اخرى، يوصف الفقير في دارجتنا بالمغريبي، والمغريبي جات من لاغريب وهو مصطلح فرنسي كيعني الانفلونزا، ربما لان الاعراض التي تسببها الزلطه تشبه اعراض الانفلونزا، الشحوبيه والدوخه والراس مفرقع، ولكن هادشي كامل كيبقى وتسميات قديمه. اما اليوم فكنقولوا محنسر، وهنا غتسمحوا لي عندي شك في اصل هاد التسميه، ولكن غنبارطاجي معكم الراي ديالي بكل روح لغويه. المحنسر تسميه بانت في اوائل الالفينات، عييت ما نقلب ليها على الاثر وتقول واش لقيت لها شي سر، لا في معاجم الغوص الدرب السلطاني ولا في كنانيش لقجام الحي محمدي ولا حتى في قواميس ازقه المدينه القديمه. ولهذا كنقول احتمال كبير انها تكون عباره او كلمه مركبه، وحيث المحنسر لن يقولها الا في السر، كنقول في الغالب هذا المصطلح جاء من ادغام الكلمتين محن وسر. وكنتم من الاغنياء او من الفقراء ما تنسوش انني اعزكم واعتز بكم واعزائي ان تعزونني كما اعزكم، ولا داعي لاستطيفكم ان تفعلوا وتتفاعلوا وتتعاملوا معنا بالفيض على عفسه الاعجاب، تعبروا بشي عباره فعلا تاعك، تشاركوا معنا وتبارطاجوا.